السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. أي حد مهتم بمجال العربيات عامة بيحب أوي يسمع الأسعار بتاعة العربيات محدثة بقى أول بأول. فاحنا النهاردة إن شاء الله معانا سعر الأكتر من عربية. طبعا أسعار العربيات دي في المعارض مش في التوكيلات، يعني مش سعر الوكيل، مش السعر الرسمي. الأسعار الرسمية بقى يعتبر خلاص كده نفضوا لها، يعني ما لكوش علاقة بيها. نتكلم بقى على الأسعار الرسمية، لا، مفيش أسعار رسمية يعتبر. نتكلم عن دلوقتي عن أسعار العربيات في المعارض. فيلا بينا بقى نبدأ الجولة. اول حاجه طبعا العربيات الصيني، ودي اكتر عربيات دلوقتي حاليا تعتبر منتشره في السوق، العربيات بقى اللي ايه صاعده بقوه الصاروخ كده. فاول براند فيهم في العربيات الصيني هو براند شيري. اول حاجه شيري اريزو 5 موديل 2024، اول فئه الفئه المانوال عامله 670,000. اما الفئه الثانيه وهي اول فئه اوتوماتيك عامله 700,000. دي اسعار العربيه طبعا في المعارض. اريزو 2025 اول فئه عامله 700,000 بثمن الفئه الثانيه الاوتوماتيك في موديل 2024. الفئه الثانيه عامله 860,000. طبعا اريزو طبعا معروفه اسعارها، يعني يعتبر دلوقتي بدات تعلى، واريزو اصلا عامله يعتبر موثوقيه جامده جدا في السوق بتتباع اليومين دول. برضو من ضمن عائله شيري، شيري تيجو 3، العربيه بقى اللي انتاجها خلاص وقف يعتبر. دي بتنزل بفئه واحده بس ب 970,000 جنيه، طبعا ده سعر السوق. برضو سعر عالي للعربيه، يعني 970,000 جنيه سعر عالي جدا للعربيه انتاجها اصلا وقف. بعد كده بقى تيجو 4 برو، العربيه يعتبر اللي ما عملتش برضو انتشار في عائله تيجو. طبعا ده موديل واحد بس اللي هو 2025، طبعا العربيه ما فيهاش موديل 2024 لانها لسه نازله قريب جدا. الفئة التانية منها عاملة مليون ومئة ألف، والفئة التالتة عاملة مليون مية خمسة وتسعين ألف. طبعا دي أسعار السوق. بعد كده بقى نلاقي تيجو 7 موديل 2024، الفئة الأولى عاملة 980,000، والفئة التانية عاملة مليون وستين ألف. بعد كده تيجو 7 موديل 2025، الفئة الأولى عاملة مليون وتسعين ألف، والفئة التانية عاملة مليون مية وتمانين ألف. تيجو 8 اللي هي بقى تجميع محلي 2025، الفئة التالتة اللوكشري عاملة مليون تلتمية وخمستاشر ألف، والفئة الرابعة اللوكشري اللي هي السبعة راكب أو 7 سيتس دي عامله مليون 370,000 جنيه. اخر عربيه بقى في عيله تيجو وهي تيجو 7 برو الفئه الثانيه ودي 2024 عامله مليون 670,000. بعد كده بقى من عيله جاك هنلاقي جاك جي اس 2، سعر السوق بيكون 840,000 وسعرها في الوكيل 795,000. وزي ما قلنا بقى ما حدش ياخد باسعار الوكيل. العربيه دي من فتره قريبه جدا كان سعرها 695,000، كانت ارخص عربيه في السوق كعربيه اس يو في. دلوقتي بقى سعرها بقى 840,000 جنيه. بعد كده بقى نلاقي بي واي دي اف 3، العربيه طبعا الوحيده اللي عند توكيل الامل. الفئه الاولى هتلاقيها عامله 630,000، والفئه الثانيه بتعدي ال 700,000، يعني ممكن تلاقيها ب 720,000. طبعا العربيه دي اسعارها غليت من كام يوم، مش عارفين بقى غليت على ايه، يعني الاسعار بتاعتها غليت على ايه ما تعرفش. بعد كده بقى بايك يو 5 بلس، العربيه الوحيده السيدان اللي بتنزل تبع علامه بايك. الفئه الثانيه عامله مليون و70,000 جنيه. بايك اكس 55، الفئه الثانيه عامله مليون 415، والفئه الثالثه عامله مليون 545,000 جنيه. بعد كده بايك اكس 7 2025، طبعا العربيات دي كلها 2025، العربيه طبعا برضو العلامه نفسها لسه نازله من قريب. بايك اكس 7 موديل 2025، الفئه الاولى عامله مليون 600,000، والفئه الثانيه عامله مليون 710,000. بعد كده بقى علامه ام جي 5، الفئه الثانيه عامله مليون 145,000. بعد كده ام جي 6 موديل 2024، الفئه الاولى عامله مليون 300,000، والفئه الثانيه عامله مليون 350,000. الفئه الثانيه بتختلف عن الفئه الاولى بس انها بيكون فيها ريد انتريور او الفرش فيها بيكون احمر. وبالنسبه لام جي 6 موديل 2025 بتكون عامله مليون 400,000. بعد كده ام جي زد اس يو في بقى، اكتر عربيه طبعا عمليه تبع عائله ام جي. الفئه الاولى مليون 225,000، والفئه الثانيه مليون 260,000، والفئه الثالثه مليون 280,000 جنيه. بعد كده بقى الوافد الجديد في عائله ام جي وهي ام جي 1، سعر السوق بتاعها للفئه الثانيه بيكون مليون 750,000 جنيه. يا جماعه العربيه دي من كام شهر عملنا لها ريفيو، ممكن يكون مثلا من شهرين كانت مليون 350,000. بصوا بقى السعر بتاعها غالي قد ايه. بعد كده بقى من عائله جيلي جي اكس 3 برو، دي بتكون عامله من 910 930,000 جنيه، طبعا بتنزل فئه واحده بس. بعد كده بقى جيتور اكس 70، سعرها بيكون اول فئه بمليون 200,000، وتاني فئه بمليون 300,000. طبعا دي اسعار بقى السوق. بعد كده جيتور داشنج موديل 2024، اول فئه عامله مليون 490,000، وموديل 2025 تاني فئه بتكون عامله مليون 575,000، وتالت فئه بتكون عامله مليون 750,000 جنيه. بعد كده بقى نخش على الياباني سوزوكي اسبريسو ال 1000 سي سي، طبعا 95 حصان، سعر الفئه الاوتو عامله 700,000 جنيه. سوزوكي سياز الفئه الثانيه بيكون سعرها مليون 75,000 جنيه. سويفت الفئه الثانيه اللي بشاشه سعرها 950,000 جنيه. واخر حاجه بقى سوزوكي ديزاير، سعرها في المعارض هي بتكون بفئه واحده بس، سعرها بيكون 900,000 جنيه. والوكيل بقى عارض سعرها رسمي 669,000 جنيه. شايفين بقى الفرق 228,000 او 230,000 جنيه فرق. بعد كده متسوبيشي، اول حاجه متسوبيشي اوتلاندر سبورت 2025، سعرها بيكون مليون 375,000 ومليون 500,000. العمليه طبعا ايه يعتبر ما عملتش ضجه في السوق ولا عملت اسعار ولا الكلام ده كله، وبرده محتوى ما تلاقوش في معارض كتير. بعد كده متسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024، الفئه الرابعه هتلاقوها عاملاها مليون 800,000 جنيه.
بعد كده بقى ميتسوبيشي ميراج اللي هي العربيه الهاتشباك من ميتسوبيشي اتراج. اول فئه الهايلاين هتلاقوها عامله في السوق سعرها 775,000 جنيه. بعد كده بقى عربيه نيسان صاني موديل 2024، موجود بقى اعلى فئه اللي هي فئه السوبر صالون، عامله 880,000 جنيه. اما موديل 2025 تاني فئه ب 775، وتالت فئه ب 860، ورابع فئه واعلى فئه اللي هي سوبر صالون عامله 890,000 جنيه. بعد كده نيسان سانترا موديل 2025 اول فئه عامله 1,030,000 جنيه. اخر بقى عربيه في الياباني وهي تويوتا كورولا ميزان السوق طبعا بقى بالنسبه للاسعار. كورولا موديل 2024 الفئه الثانيه هتلاقوا عامله 1,600,000 جنيه. الفئه الثانيه اللي فيها حساسات بقى وجنوط وفيها كمان زجاج فاميه هتلاقوا عامله 1,600,000 جنيه. طبعا سعر عالي جدا لعربيه سيدان اقتصاديه ميزان السوق بقى زي ما بيقولوا، لا سعرها بصراحه عالي. كده بقى خلصنا الياباني، هنروح بقى لعربيه سيات طبعا عربيه اسباني ويعتبر الماني يعني تبع فولكس فاجن. سيات ايبيزا موديل 2024 اول فئه عامله 1,260,000، وتاني فئه الاف ار عامله 1,395,000، وتالت فئه واعلى فئه عامله 1,470,000 جنيه مصري. سيات اتيكا الفئه الاولى فئه ستايل بلس عامله 1,990,000، والفئه الثانيه عامله 2,050,000، والثالثه عامله 2,110,000. اما سيات تراكو الفئه الاولى عامله 2,490,000، والفئه الثانيه فئه الاف ار عامله 2,750,000. بعد كده بقى بروتون ساجا عربيه طبعا ماليزي انتاج وتقفيل، سعرها في المعارض 755,000 جنيه، وسعرها الرسمي بيكون 660,000 جنيه، يعني فرق 95,000 جنيه. بعد كده فولكس فاجن تيجوان فئه واحده بس فئه الار لاين سعرها 2,880,000 جنيه، طبعا سعرها رسمي 2,800,000. شايفين بقى فرق الاسعار او الفرق الاوفر برايس قد ايه. بعد كده بقى رينو تاليانت العربيه 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، الفئه الثانيه هتلاقوها عامله 930,000 جنيه. بعد بقى ما اتعرفنا على اسعار العربيات في المعارض، حابين طبعا برضو نلفت نظر حضراتكم كده كام نقطه معينه. اول حاجه طبعا شايفين الاسعار بقت عامله ازاي، بقى في غلا جامد جدا في الاسعار، والاوفر برايس طبعا دلوقتي يعتبر بقى بيعقد، يعني عربيات بقى بنشوف عليها اوفر برايس ممكن يوصل لاكتر من نص مليون جنيه. في نقطه كمان برضو حابين نتكلم عنها، ان ممكن حضرتك تروح معرض تلاقي الاسعار دي مثلا اللي موجوده فيه اقل من الاسعار اللي بنتكلم فيها مثلا، او اعلى مثلا 10,000 20,000. ده طبعا بقى طبيعي وعادي، ليه؟ لان في بقى معارض بتحرق اسعار، وفي بقى كمان معارض بتاخد عربيات من معارض تانيه، فهو بقى عايز يعمل حسابه على فرق السعر، يعني هو هياخد عربيه من معرض تاني ب 750,000، فطبعا مش هيقول لحضرتك ب 750، لا يقول لك مثلا ب 760 770، عشان على الاقل برضو ايه يطلع المكسب بتاعه منها. فحضرتك لما تروح المعارض دي ممكن تلاقي الاسعار يعني اقل او اكتر حاجه بسيطه. النقطه كمان اللي حابين نتكلم عنها ان الاسعار بايه بتوقيت الفيديو اللي احنا فيه، يعني النهارده احنا بنتكلم النهارده 22/9/2024. حضرتك بقى ما تروحش مثلا بعد 3 4 ايام وتلاقي السعر مثلا اغلى فتقول لا الاسعار اللي بتتكلم فيها دي مش هي دي الاسعار، لان طبعا السعر كل يوم بيغلى، اسعار امبارح غير اسعار النهارده، واسعار بكره غير اسعار النهارده، وهكذا. وبرضه ما تنسوش حضراتكم في الاخر ان الهدف الاول والاخير من الفيديو ان حضرتك بس تعرف الاسعار، يعني احنا لا بنبيع ولا بنشتري، احنا عملنا جوله على المعارض فعرفنا الاسعار، فقلنا بقى ننقلها لحضراتكم. لو عجبك بقى الكلام ده كله لايك وشير وسبسكرايب، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.